السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اتم صحة واحسن حال. تعالوا مع بعض هنعمل النهاردة كبد وقوانص بطريقة جميلة جدا وسهلة وخفيفة ان شاء الله. الفيديو بتاعنا النهاردة يكون سهل وبسيط على قلبكم ويعجبكم ان شاء الله وينور رضاكم. انا معايا هنا في الحلة دي حطيت شوية زيت وحطيت معلقة سمنة، وهبدأ انزل هنا بالكبد والقوانص عشان تاخد صدمة. تبقى بالشكل ده كده. حطيتها ليه الاول؟ احنا بنبدا باللحوم اول حاجه تاخد صدمه علشان المسام بتاعتها تتقفل وتحتفظ بطراوتها من جوه، وتبقى حته اللحمه او الكبدايه او القونصايه او ايا كان، يعني ان هي تكون طريه من جوه وما تكونش ناشفه. تمام. انا دلوقتي حطيتها كده في الاول عشان تاخد صدمه، وطبعا السمنه مع الزيت كانت سخنه. حتى لو تلاحظوا في اول الفيديو كنت عينت الحله شويه عبال ما سلت. بصوا حبايب قلبي كده في المرحله دي كده هبدا انزل باول حاجه، وهي ايه؟ البصل. اهي اول حاجه البصل. بصوا انا مقطعاه بالطريقه دي، التقطيعه اللي تعجبك قطعي بيها اهو. نزلنا كده باول حاجه البصل. هنشوح بقى البصل كده تشويحه حلوه مع الكبد والقوانص كده، وبعد كده هننزل بتاني مكون اللي هو ايه؟ الفلفل الالوان. اهو بصوا دوت فلفل الوان احمر واصفر واخضر، وكمان معاهم قرنين صغيرين كده فلفل حامي عشان بس يدوا ايه؟ طعم كده وتست عالي لايه؟ للكبد والقوانص. اهو يا حبايب قلبي كده شوحنا البصل، هننزل بقى ايه؟ في الفلفل الالوان. هنقلبه برضو تقليبه. انا مش عايزه الفلفل يدبل خالص، انا عايزاه لما نيجي ناكل كده يبقى مقرمش سنه، مش عايزاه يدبل خالص. في مكون بقى دوت كبده، دوت توابل كبده اسكندراني. انا كنت جايبه كيس وخدت منه معلقه كبيره بالشكل دوت، وحطيت عليهم شويه بابريكا. عايزه اقول لكم التوابل دي فيها كل حاجه موجوده في الكيس دوت. فانا هحط ده وهدوق، فيها ملح وفيها كل حاجه، فانا هحط المعلقه الكبيره ديت وهدوق. لو عاوزه ملح او اي حاجه هحط لها. هقلبها كده وهدوقها. تابعوا الفيديو للاخر حبايب قلبي علشان في تركايه كده بسيطه في الاخر هقولها لكم علشان تستفيدوا منه. اهو هنقلبها بقى تقليبه محترمه كده. عايزه اقول لكم التوابل دي جميله جدا، جربتها قبل كده في الكبده الاسكندراني كانت تحفه. لو انت بقى بتحبي الحاجه السبايسي عالي زودي بقى انت فلفل اسمر، زودي شطه اللي يريحك. انا هدوق كده. هي محتاجه سنه ملح بسيطه علشان خاطر تبقى ملحها مظبوط. بصوا يعني قيمه معلقه صغيره، نص معلقه صغيره قصدي من دي معلقتي اللي انا بحط بيها التوابل على طول. هقلبها تقليبه تاني كده اهوت بالشكل ده. ومعايا هنا هو صويا صوص، هنزل بمعلقه واحده. بصوا اهو معلقه صويا صوص كده جميله قوي، هتخليها تحفه اهو. دلوقتي بقى في الوقت ده انا هدي النار شويه وهغطيها وهسيبها تستوي براحتها، وبعد كده هرجع اقول لكم على التركايه اللي بقول لكم ما تسيبوش الفيديو وتروحوا في اي حته تاني الا لما تشوفوا التركايه في النهائي بتاع. بصوا حبايب قلبي خلاص كده انا وطيت عليها النار وسبتها شويه لحد لما استوت، وفعلا لقيتها استوت خلاص. التركايه بقى الاخيره اللي هنعملها قبل ما تنطفي النار على طول، وهي ايه؟ معلقه توم فريش. معلقه توم فريش دي بصي هتودي لك طعم الكبد والقوانص دي في حته تانيه، هتخلي طعمها تحفه، وكل اللي هياكل منها ويدوقها هيقول لك قولي لي الطريقه. انا بقى اديتك الطريقه اهوت. حطي لي بقى يلا لايك واحلى لايك للوصفه بتاعتنا النهارده علشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من المشاهدين. حبايب قلبي المشاهدات كتير ولكن مفيش لايكات. عايزاكم توصلوا لي الفيديو دوت لاكبر عدد من المشاهدين علشان التفاعل قليل جدا. وزي ما انتم عارفين احنا بنتعب في الفيديوهات دي كتير، فحتى ادولنا نص تعبنا. هقفل معاكم دلوقتي وهنرجع نقدمها وان شاء الله تعجبكم باذن الله. وبكده حبايب قلبي خلاص خلصنا الوصفه بتاعتنا النهارده، وعايزاكم بقى تقولوا لي رايكم في الجمال ده.
بصوا كده الجمال ده والحلاوه دي، شايفين اللون عامل ازاي؟ بصوا بقى تعالوا ندوق مع بعض كده ونشوف اخبارها ايه. جميله جدا جدا جدا. اتمنى النهارده طريقتي تكون عجبتكم، ووصفتي النهارده تكون عجبتكم ونالت رضاكم وتجربوها. لو عجبتكم اضغطوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناه، واللي اول مره يشوف قناتي يشترك ويفعل زر الجرس علشان يوصلوا اشعار بكل فيديو جديد احنا بننزله. استودعكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.